السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الغدا بتاعنا النهارده. هعمل مكرونه وكبده وبطاطس. البطاطس بتاعتنا النهارده بطاطس شيبسي. كبده طبعا ما بتتغسلش، فهنزل عليها بشويه خل وليمونه معصوره كده واسيبها بقى تنزل كل اللي فيها مع نفسها. هعمل صلصه المكرونه بتاعتي المعتاده بتاعتنا اللي كلنا عارفينها. هبهر بقى الصلصه، ملح فلفل بهارات لحمه وسبع بهارات علشان تعلي كده النكهه بتاعت الصلصه. هسيب الصلصة تتسبك على جنب، وهجيب البطاطس ابشرها كده بالجنب ده حتت رفيعة خالص. طبعا هي ما ظبطتش معايا بس انا كملت بالسكينة كده. الصلصة اتسبكت، هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي واقلبها. اعملي تشيبسي في البيت، الشيبسي في البيت انضف واحسن واجمل من بره، وكمان ما فيهوش مواد حافظه وضامنين جودته يعني. بصوا انا قطعتها بايدي اهي، جميله جدا. ملح وفلفل وبهارات كفته بتتجاب من عند العطار، هتديكي ريحه جباره وطعمها جميل وولادك هيحبوها. اعملي كل حاجه في البيت وما تنسيش تصلي على الرسول وتستغفري وتسبحي علشان ربنا يبارك اللي بتعمليه. بصوا لونها جميل، ريحتها حلوه نظيفه وما فيهاش مواد حافظه، وكمان امنه على اولادنا. هجيب بقى الكبده بتاعتي، هنزل بفصين توم كبار كده مفرومين، معلقه كمون، هظبط الملح، هديها تقليبه كده. دي الكبده الاسكندراني لغايه لما الكبده تخش في السوا، وهنزل بالفلفل الاخضر بتاعي. جربيها بالطريقه دي، الف هنا وشفا وسلام.